السلام عليكم، أهلا بكم في مطبخ لولو. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وتعالوا نعمل الفول المدمس في الدماسة بأسهل طريقة. هنجيب نص كيلو فول، ونحاول واحنا بنشتريه نجيب حباية الوسط لأنها بتبقى زي الزبدة في التدميس وبتبقى كويسة وبتستوي معانا على طول. وبعد كده نجيب مية ننقعه من 4 ل5 ساعات أو ليلة كاملة زي ما انتوا شايفين كده. ولو حاجة عمت على الوش نشتلها عشان متبقاش كويسة، لو ما عمتش يبقى خلاص كده الفول معانا كويس وممتاز زي ما انتوا شايفين كده. رجعنا لكم تاني بعد ما نقعنا الفول ليلة كاملة. ما شاء الله جميل، علشان كده قلنا لكم نختار الحباية الوسط. ويا سلام على الفول بتاعنا اللي احنا هنعمله النهاردة، ورمضان كريم عليكم يا رب. عشان السفرة بتاعتنا ما بتخلاش من الفول، عشان كده قلنا لحضراتكم نعمل الفول النهاردة. تعالوا يلا نروح على الحوض نشطفه شطفة وبعدين نرجع تاني نشوف هنعمل ايه مع بعض. وده شكل الفول بعد ما صفناه من المية. وبعد كده هنكون محضرين معانا جزرتين مبشورين وشوية عدس متنقيين ومغسولين وطماطمايه معمولة 4/4 وليمونية ومعلقة خل. وبعد كده يا حبيبي نقوم نجيب الدماسة او القدرة زي ما بتسموها، واللي ما عندوش منها ممكن يستعمل حلة تنفع برضه. وبعد كده هنحط شوية فول في الدماسة بتاعتنا الحلوة دي، وزي ما قلت لكم ممكن برضو في حله ممكن يمشي عادي تبقى كويسه برضو فيها وجميله. انا جربتها قبل كده برضو. حطينا شويه فول، ننزل برضو معلقه عدس وشويه جزر. نكمل بقيه الفول تاني. شوية عدس وبعدين شوية الجزر بنعمله رقات يعني كده. نكمل بقية الفول تاني. نحط شوية العدس البرقاني والجزر على الطماطمايه ومعلقه الخل. ما تخافوش هتديلها لون كويس. معانا نص ليمونه، كفايه نص ليمونه. ونكون محضرين معانا ميه مغليه ونحطه على الفول، نكون مغطيه فوق شويه. وكده بعد ما ضفنا الميه المغليه في الدماسه، وكده بعد ما رفعناه على النار هنحط الغطا بتاعه بس يكون متوارب، ما نقفلهوش كده، هنسيبه متوارب شويه لغايه ما الميه تغلي على نار عاليه. وبعد كده نوطي عليه لمده ساعتين. بعد كده لو هيحتاج ميه هنبقى نزود ميه. وكده الفول معانا غالي اهوت. هننقله على نار هاديه بس نخمره قوي بالغطا لمده ساعتين. ودلوقتي فتحنا على الفول بعد ساعتين. محتاج شوية مية نزودها، شوية مية مغليين، ودايما يبقى جنبنا مية مغلية، حلة لبانة بس يكون فيها مية مغلية. هنزود عليهم شوية ونقفل عليهم تاني. ودايما المية جنبنا عشان لو احتاجنا يبقى نزود على طول مية مغلية. وبعد كده هنغطي ونسيبها كمان ساعة. تعالوا بقى معانا نحط كده خلطة للفول هتخليها زي بتاعت الفول بتاع العربيات اللي في الشارع، واحسن منه هيدي لون جميل قوي. شويه ميه، 3 معالق صلصه، ومعلقتين نشا. ولو حابه تحطوا كركم ده حاجه اختياري وبراحتك. ننزل بها على الفول.
ونقلب الفول بتاعنا. ونسيبه نص ساعة ونوريكم الشكل النهائي. وكده يا حبايبي كده الفول خلص معانا. وشوفوا المية بتاعته لونه جميل قوي، وشوفوا الحباية مستوية خالص، كهرمان وزبدة خالص، شايفين؟ ولونه وجماله جميل جدا. وتعالوا يلا نغرف طبق فول مع بعض كده، اللي هينور سفرتنا هينورها كده في رمضان. الله على جمال الفول ولونه وشكله. ونضيف عليه شوية شطة وشوية كمون، وتاكلوا احلى طبق فول. وشوية ملح، شوية زيت، شوفوا كهرمان ومستوي وجميل قوي. الله الله جميل، كهرمان وزبدة زبدة، وهتجربوه وتدعولي. وكده هيكون جاهز معانا طبق الفول. وكل سنة وحضراتكم طيبين، ورمضان كريم عليكم، وينعاد عليكم باليمن والبركات ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك وشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.